هو ازاي نكون تمام في اهم يوم في ال10 ايام، يوم عرفة. فضي نفسك خالص، عندك شغل يتأجل، عندك ترويق يخلص النهارده او بعد مغرب يوم عرفة. هو اليوم ده كده انت فاضي. لا لا لا، انت مش فاضي، انت هتعمل وكتير كمان. اول حاجه هنعملها هي الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفه. بالنسبه للدعاء هنعمل خطه بتتكون من 3 مراحل عشان ما نتوهش من بعض. اول حاجه هندعي لاخرتنا بالجنه وحسن الخاتمه. تاني حاجه هندعي لحياتنا دلوقتي، يا رب انجح، يا رب اشتغل، يا رب اجيب مجموع كبير في ثالثه ثانوي. تالت حاجه هندعي بالصحه والرزق لينا ولاهلنا ولكل الناس اللي بنحبهم. هنخلص دعاء ونعيد من الاول. حضرتك معاك من الظهر للمغرب. تاني حاجة خلصنا دعاء، يبقى نكمل باقي الحديث. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده من أحسن الأذكار اللي نقولها في يوم عرفة، ناخد ساعة مثلا بنردده. خلصنا. رقم 3 بقى الصلاة على النبي. في حديث فيما معناه إن كثرة الصلاة على النبي بتكفي همك وتغفر لك ذنبك. ما تنساش